السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. كل عام وانتم طيبين. تنعاد عليكم يا رب الايام بكل خير وصحة وسلامة ان شاء الله. باذن الله ربنا يبارك لنا في الايام الحلوة دي. ما تنسوش بقى الصيام والصلاة والدعوات الحلوة، واذكروني في دعواتكم ولكم بالمثل ان شاء الله. طيب، النهاردة انا جايه لكم بوصفة حلوة جدا، لطيفة جدا جدا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. معايا النهاردة كيك الرواني او كيك الكوباية الواحدة. يعني ايه؟ تابعوا الفيديو للاخر وانتوا تشوفوا كل تفاصيله. بجد وصفة حلوة جدا جدا. هعملها لكم النهاردة بطريقة بسيطة جدا جدا، مش هتاخد منك اكتر من نص ساعة بس. ايوه، انا وصفاتي كلها ما بتاخدش اكتر من نص ساعة واقفة. بجد حلوة جدا جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. خليكم معايا لاخر الفيديو وهتشوفوا ان الوصفة سهلة جدا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شايفين هشة ازاي؟ شايفين طرية وحلوة ازاي؟ مقادير مظبوطة 100%. تعالوا مع بعض نعمل اول خطوة، وهي الشربات. الشربات اللي معايا النهاردة هينفع للصينية بتاعتي ولمقادير النهاردة. هي بالظبط نفس المقادير اللي هتعمليها للشربات. معايا كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين ميه، وعصر نص ليمونه او شرايح ليمونه كامله. وبقلب كويس جدا السكر مع الميه، بس بالراحه عشان السكر ما يطلعش على جوانب الكازرولة او الحله اللي بتعملي فيها الشربات. وهرفعه على نار متوسطه. اول ما يغلي بتعدي من 5 ل7 دقايق وبتطفي. بعد كده هنيجي للخلاط. وبجد يا جماعه والله الوصفه سهله جدا، بس تابعوها. كوبايه سكر واحده بس، 3 بيضات كبار او 4 متوسط. طبعا حطيتي بيض يبقى هتحطي الفانيليا، وما تنسيش الفانيليا. هنحط الفانيليا. طيب، الكوبايه اللي استعملتها للسكر هي نفس الكوبايه اللي هستعملها لكل المقادير بتاعتي النهارده. معايا بعد السكر كوبايه زبادي. ايوه، كوبايه كامله. شايفين العلبه دي 105 جرام، اخدت علبتين ونص. يعني يا جماعه انا هحط كوبايه كامله من الزبادي، مش هحط علبه. لا، انا هحط علبتين ونص من المكتوب عليها 105 جرام. بعد كده هحط ايه؟ هحط كوباية زيت. تاني كوباية سكر، 3 بيضات، كوباية زبادي، وكوباية زيت. زيت نباتي نضيف، ملوش ريحة، عشان الوصفة تطلع معاكي مظبوطة وطعمها حلو جدا جدا ان شاء الله وتعجبك. بس كده، كل اللي هعمله ان انا هسيب المكونات السائلة على جنب، ونيجي للمكونات الجافة. معايا كوباية دقيق أبيض عادي، عليها كوباية سميد ناعم اللي هو دقيق البسبوسة، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. وبحط كمان رشة ملح، ما تنسيش رشة الملح عشان تعادل معاكي الطعم. كل اللي هعمله ان انا هخلط المواد الجافة مع بعض كويس جدا، بحيث ان انا ادخل كل المكونات مع بعضها.